الرؤية من فوق كانت لشيء واحد، هو رصد الواقفين على أرض مغربية يضعون أيديهم على قلوبهم وهم ينشدون أن هنا نحيا، وعيونهم على بوابة النهائي ومعها البطاقة الأولمبية. المنتخب المغربي اصطدم برهان صعب لخص في اسم المنتخب المالي. فتحت العدسات على أرض الميدان من أعلى، وفتحت مع أيادي الماليين على هجمات المغاربة منذ الوهلة الأولى، لأن بلال الخنوس جعل من الجهة اليسرى ممرا له مانحا كرة ليانيس بقراوي الذي لم يسددها بالقوة المطلوبة. ضغط المغاربة تواصل في منطقة جزاء الماليين، ومن هناك لرسم مسار الأهداف سوى المتألق إسماعيل الصباري الذي منح كرة الهدف الأول لزكريا الوحيدي. هدف منح الفرحة للصغار قبل الكبار، وأشار معه البقية لمن صنع بنيته تألق المغاربة على أرض دوحة العرب والعالم. الضغط تواصل للأسود، ويانيس بقراوي كاد يضيف الهدف الثاني لولا التدخل الجيد للحارس المالي مادو دياكيتي. رد الماليين وإلى غاية نهاية الدقائق الشوط الأول لم يكن بالقوة الكافية. في المشهد الثاني النهج التكتيكي من الطرفين تغير، فأصبح المنتخب المالي أكثر تحركا وتهديدا لعرين الأسود، كالمحاولة التي نشاهد هنا والتي أعلن فيها حارس المغاربة علاء بالعروش عن نفسه. رد المغاربة لم يتأخر، وكان الزلزولي قريبا من التسجيل، لكن كرته مرت فوق الشباك على غير عادته. أما رد الماليين فكان قويا على المغاربة عندما نجح المنتخب المالي في التعديل عبر لاعبه مامادي ديامبو. لم تتغير الأشياء بعدها، وأصبحت الأمور صعبة على المغاربة فوق أرضهم، ولم يكن من حل للطرفين سوى العبور إلى الشوطين الإضافيين. توالت الدقائق وتوالت معها بحث المغاربة عن هدف التقدم مرة أخرى، وهو الشيء الذي تأتى لهم برأسية للبديل أمين الوزاني. فرحة المغاربة لم تدم طويلا بعد أن عادل المنتخب المالي النتيجة عبر إيسوفي مايغا، ليتم بعدها اللجوء إلى ركلات الترجيح التي منحت ولاء للمنتخب المغربي الذي عبر إلى النهائي لمواجهة المصريين، خاطفا بذلك بطاقة المشاركة في الألعاب الأولمبية. أدلة توماس مولر نجم بايرن ميونخ برأيه حول الانتقال المحتمل لهاري كين مهاجم توتنهام إلى صفوف الفريق الألماني هذا الصيف. ودخل بطل ألمانيا في مفاوضات مكثفة مع توتنهام من أجل التعاقد مع كين الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2024. وخلال تصريحات لصحيفة بيلد رفض مولر الحديث باستفاضة عن صفقة كين المحتملة، قائلا طالما أن الأمر لم ينتهي بعد فلا يستحق الحديث عنه. وعند سؤاله حول مدى سعادته بقدوم كين حال إبرام الصفقة أجاب ضاحكا لم أجد أي شخص لا يحبه. وكان توتنهام قد رفض العرض الأول المقدم من بايرن ميونخ الذي قيمته 70 مليون يورو بخلاف الحوافز الإضافية. وفي سياق آخر شدد مولر على رغبته في التعرف على زميله الجديدين رافائيل وكونراد لايمر، قائلا أتطلع للتعرف عليهما بسرعة.